بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده طبعا ماتش الزمالك والمصري. الحقيقه ماتش رائع. الزمالك فريق كبير. الزمالك فريق جمهوره فريق عظيم. الزمالك قدر الحقيقه يقلب تاخره بهدف بعد ما كان متاخر بهدف في الشوط الاول. قدر يقلب تاخره ده بهدفين في الشوط الاول 2-1. الجول الاول بتاع المصري كان في الدقيقه 13. قدر يتعادل الزمالك في الدقيقه تقريبا 20. جون قضية دباغ. اسيست بزيرة. في نهايه الشوط الاول قدر ناصر منسي برضه، يعني ناصر منسي ميسي. ميسي مش ناصر منسي. حقيقة ناصر منسي لعيب كبير، وقدر ان هو يحط الجون الثاني والجون الثالث ده. يعني ما يعملوش غير جون كبير جدا، غير لعيب كبير جدا. ناصر منسي يعني يستحق بكل جدارة ان هو يكون مهاجم مصر الاول. ناصر منسي يستحق فرصة في المنتخب اكتر يعني. هو اتاخد المنتخب طبعا ماتشين الوديين سواء السعودية او اسبانيا، لكن للاسف ما شاركش. لازم حسام حسن يبص له بصة مختلفة. ناصر منسي لعيب فايتر جدا، لعيب مهم جدا، لعيب. الجون الثالث الكرة معمولة عرضية من بزيرة. المدافع بتاع مصر طلعها، هو ما وقفش يتفرج، هو راح وعافر فيها على ال 18. توقع ان تقريبا عمر الساعي يتلخبط وقدر ياخدها منه ولعبها يعني بشكل فنبسط. زي ما ناس كتير جدا بنسميها فنبسط دلوقتي. يعني لعبها بطريقه رائعه الحقيقه، وقدر ان هو يحرز الهدف الثالث وموت الماتش. يعني الماتش طول ما هو 2-1 كان في امل، كان ممكن المصري يتعادل، لكنه انهى على كل فرص المصري الحقيقه في الدقيقه تقريبا 75، لغايه ما الركنيه اللي كانت مرفوعه وحسام عبد المجيد قدر يحط الجون الرابع في الدقيقه 86. اداء رائع من الزمالك، اداء مشرف الحقيقه للكره المصريه كمان، انه يكون في فريق كبير زي الزمالك. وانا بشوف انه الزمالك لازم يشارك في دوري ابطال افريقيا السنه الجايه. الزمالك فريق كبير ولازم اسمه ما يغيبش عن دوري ابطال افريقيا. يعني زيه زي الاهلي زي بيراميدز طبعا. بيراميدز فريق صحيح جديد العهد بالدوري المصري، لكنه فريق اثبت وجوده. الزمالك فريق تاريخه كبير، واخد 5 بطولات افريقيا، ده واخد 5 بطولات دوري ابطال افريقيا. وبالتالي غيابه عن دوري الابطال، انا رايي انه خساره لدوري الابطال. وبالتالي انا بشوف انه الزمالك الحقيقه السنه دي لا، مصر ان هو ينافس على الدوري، مصر ان هو يعمل حاجه، واتمنى له التوفيق الحقيقه. يعني الزمالك عانى كتير وظروفه السنه دي كانت صعبه جدا، الا انه قدر ان هو يثبت ان الحكايه مش بالفلوس. يعني الحكايه مش بانك انت تجيب مليار جنيه وتجيب شويه لعيبه بيهم او 3 4 نجوم بمليار جنيه. يعني مش ده الموضوع. الموضوع بالروح. احنا النهارده بنشوف ناصر منسي بيقاتل على كل كوره، راجل يعني اولا هو لا مهاري ولا هو يعني حاجه، بس راجل بيقاتل على كل كوره، عايز يلعب، عايز يجيب جون، عايز يكسب فريقه. ما بنشوفش الروح ده في الاهلي. للاسف ما بنشوفش الروح دي في الاهلي. الاهلي كان معروف بالروح دي، وكان دايما نقول روح الفانيلا الحمراء، لكن الحقيقه بقت روح الفانيلا البيضاء. فالف مبروك للزمالك. وانا مش عايز اعقد مقارنات، لكنه يعني جمهور الاهلي نفسه هيعقد هذه المقارنات، وجمهور الاهلي عشان كده زعلان من لعيبته، لانه مش شايف اداء ومش شايف روح، مش شايف لعيبه عايزه تفوز، عايزه تفرحه. وهي دي المشكله على فكره ما بين جمهور الاهلي واللعيبه الكبار. اللعيبه الكبار كواليتي مفيش حد يعلق عليه، لكنه سواء بن شرقي او تريزيجيه او زيزو او امام عاشور حتى، وان كنت بشوف ان امام عاشور مظلوم في الحدوته دي يعني، لكنه يعني كل النجوم اللي موجوده في الاهلي دي لا، ما فيش روح الحقيقه، ما فيش روح. بيرموا الفوطه بمجرد ما يجي فيهم جون، حتى لو هم متقدمين 1-0 لو جه فيهم جون وتعادلوا بتلاقي الدنيا هديت خالص. ما كانش كده الاهلي. الاهلي زي ما بنشوف الزمالك دلوقتي بيجيب الجون الثاني وتحس ان النتيجه 0-0 عايز يجيب الثاني. طب جاب التالت تحس ان النتيجه 0-0 برضه عايز يجيب الرابع. لا، ده كان بيعمله الاهلي، ما كانش بيعمله الزمالك. الزمالك طول عمره يجي في جون ينام،
طول عمره كده على فكره، انا ما بقولش حاجه جديده على الزمالك، 20 سنه الاخيره على الاقل يعني. طول عمر الزمالك بيجي فيه جون، اي فريق يتقدم عليه ده خلص الماتش، ده لو عرف يتعادل في الشوط الثاني بيبقى انجاز يعني. لكنه لا، انه يعود بقوه ويعود في الشوط الاول بجونين، لا ده كده دي لعيبه مصره انها تعمل حاجه، ولعيبه مصره انها تنافس على الدوري. لعيبه عندها رغبه حقيقيه انها تنافس على الدوري وانها تاخد الدوري، وده شيء جيد. اتمنى ان الروح دي تستمر، واتمنى انه الدوري يبقى شكله حلو لغايه اخر جوله، نشوف اخر جوله هي اللي بتحسم بطوله الدوري. يا ريت. يعني انا بشوف انه ده هيبقى متعه في حد ذاته. وزي ما احنا بنشوف الدوريات الاوروبيه، واحنا بنشوف الدوري الانجليزي، اخر ماتش اخر ماتشين بنبقى مش عارفين مين هياخد الدوري. ف لا يعني شيء جيد من الزمالك، اداء رائع، والف الف مبروك للزمالك ولجمهور الزمالك. شكرا جدا لك.